من ضمن الحاجات اللي بتبهرني قوي في ربنا طول الوقت انك مش بتعرف تحده، مش بتعرف تحط توقع لربنا، مش بتعرف تحط له فريم وتتوقع ان طول الوقت هو هيجيلك بالطريقه دي او هيعملها بالطريقه دي. مبهر جدا في انه بيشتغل خارج توقعاتنا واعلى بكتير جدا من كل توقعاتنا. بيجيلنا دايما من حتت عمرنا ما نتوقع ان ربنا هيجي بالطريقه دي او هيعملها بالطريقه دي. بيعرف يحول كويس قوي المشاهد الضلمه والسوداء لمشاهد مضيئه جدا، بيعرف يطلع من الاكل اكل. ده حقيقي من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا قويه قوي واللي كانت سبب انها فعلا اثرت قلبي ودوبتني. وقت ما كانت حرب في موندري والدنيا متوتره جدا ومتكهربه قوي والاطفال بيروحوا المدرسه وبعدين فجاه يحصل ضرب، فالاطفال تفضل مستخبيه وسط القش في الغابات اللي بتفصل ما بين البيت والمدرسه لوقت طويل، حاله من الذعر الصعب جدا. الاطفال كانوا بيمشوا عشان يوصلوا المدرسه ساعه مشي رايح وساعه راجع، مفيش طبعا مواصلات متوفره. والامر ده كان بيألمني جدا انه بسبب الحرب واوضاع البلد اللي مش مستقره الاطفال كمان كانوا بيعانوا جدا وتعبانين قوي في انه الوضع مش مستقر تماما، والمدرسه لانها بعيده فده بيتعبهم قوي. والحقيقه انه كنت متأزمه جدا من امر المدرسه، انه انا مش عايزاهم يروحوا المدرسه والمدرسه بعيده وبحاول اساعدهم بس مش عارفه اعمل حاجه. وحصل حاجه انا ما كنتش متوقعاها تماما. جنب الملجأ في بيوت جميله قوي قوي كانوا بانيينها منظمه امريكيه وبيعملوا بزنس او استثمار معين من خلال البيوت دي. وحصل انه في وقت الحرب المنظمه دي كل الاجانب قرروا انهم يرجعوا بلدهم ويسيبوا الجنوب تماما، والبيوت دي في خلال ايام قليله اتهجرت تماما وفضيت ومفيش حد موجود فيها، وسلموا الاماكن دي للكنيسه بقت هي المسؤوله عنها. وفي وقت لما المطران او المسؤول عن الكنايس في موندري عرف ان احنا متضررين جدا من امر المدرسه لانه المدرسه بتاعت الاطفال بعيده وما كانش متوفر عربيه في الوقت ده علشان اقدر اوصل الاطفال المدرسه رايح وراجع، وكمان وضع الحرب مخلي البلد في حاله من التوتر الشديد، فالمطران قال لي انا هديكوا المكان ده هديه عشان تفتحوه فصول للاطفال وتبقى هي دي المدرسه بتاعتهم جنب الحوش بتاع الملجأ على طول، هيطلعوا من الملجأ دقايق ويبقوا في المكان، وتجيبي مدرسين وتعملوا زي هوم سكول، مدرسه خاصه بيكم باطفال الملجأ. الحقيقه ان ده كان مكافاه او مفاجاه كبيره جدا جدا من ربنا. يا رب انت ازاي عرفت تعملها بالجمال ده؟ احنا كنا متضايقين جدا كانها حاجه سلبيه جدا، لكن ازاي ربنا يعرف يطلع جمال من الرماد ويعرف يطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه. بعد وقت قليل قوي بدانا نجهز المكان ده ونجيب فيه ديسكات ونجهزه علشان يبقى مدرسه حقيقيه، وبدانا نسجله مع وزاره التعليم، والمكان ده في خلال اسابيع قليله تحول انه بقى مدرسه. دلوقتي عندنا عدد كبير قوي كمان من اطفال القبيله بيتعلموا مع اطفال الملجأ في المدرسه دي. ربنا عظيم جدا، اوعى تحد ربنا في محدوديه افكارنا الصغيره. افكارنا الانسانيه والبشريه ضيقه جدا جدا، مرات بنحس انه خلاص لا مفر والوقت صعب قوي قوي ولا محاله، يعني انا مش عارف اطلع من الوقت الصعب ده. بس ثق جدا، حط ايمانك وثقتك في ربنا انه يعرف يعملها بطريقته ويعرف يفاجئك بطرق مش متوقعه ابدا.